كل نسوان العالم ومن بداية الكون معروف إنن بتزينوا بالذهب، حلق بالدينين، الأساور بالإيدين، وسلسال كبير محمل ذهب كتير معلقينه برقبتهم. وكانوا يتغاووا بتحفة ذهبية مصنوعة على إيد جوهرجي بارع. الباطل إلا إنه ونسوان بلدنا لأنه كان أغلى شيء عندهم يعلقوه برقبتهم هو مفتاح الدار، لأنه هذا المفتاح بيسوى كل كنوز الدنيا وذهبها، ولأنه مفتاح المملكة اللي أمي ملكة عليها وفيها. جوزت، خلفت، وربت مع ملك الدار اللي هو أبوه. بس هذا ما بيعني إنه أمي ونسوان بلدنا ما كان معاهم ذهب، وإنه رجالهم ما صاغوهن بالذهب وبأغلى أنواع الذهب. بالعكس، كانت أمي ونسوان بلدنا مع كل حركة إيد تسمع رنة الذهب موسيقى بكل الألحان. الذهب بإيديهن أشكال وألوان. كل ست ببلدنا ذهبها بيعبي خزنة السلطان. عشان هيك في مثل فلسطيني بيقول شنشلت ذهبها بنسيها تعبها، عزها ومجدها صورة لشعبها. شنشلت ذهبها بنسيها تعبها، عزها ومجدها صورة لشعبها. وفوق هذا كله بضل مفتاح الدار هو الأغلى والأهم. كان من أهم ممتلكات مملكة أمي بابور الكاز. هذا البابور في ناس بيسموه البريموس. البريموس كان مهم جدا وكان مزين المطبخ، وفيك تقولوا عنه انه هو ملك المطبخ، لانه امي كانت تطبخ عليه وتغسل عليه، وبالشتاء نحن نقعد نتدفى عليه. انا بصراحه كنت مفكره انه انقرض وما عادش له مكان بحياتنا. اكتشفت انه لا، مثل ما مفتاح الدار مهم، كمان بابور الكاز اللي هو البريموس كمان مهم. مفتاح الدار كانت امي دائما تلفه بشقفة قماش جوخ وتحطه بقلب هذا الصندوق. ومن فترة لفترة امي تفتح الصندوق وتطلع هالمفتاح وتقعد تنظفه وتلمعه بزيت الزيتون.
أنا ألاقي جوها اتغير، وجهها اتغير. كنت أسمعها دائما تقول، أمرات تغني وأمرات تقول مواويل، أسمعها تقول يا مفتاح داري هالوطن داري، كتر القهر والعذاب والهموم وبهمنا نحن ما حدا داري. يا مفتاح داري هالوطن داري، يا مفتاح داري هالوطن داري، كتر القهر والعذاب والهموم وبهمنا نحنا ما حدا داري. كانت امي بتوصيني اني دائما اطمن على المفتاح. المفتاح 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 داري مش موجود. المفتاح ضاع. المفتاح. انت يا استاذ لو سمحت شوف لي المفتاح بجنبك او بجيبتك. يا استاذ الله يخليك شوف لي المفتاح معك. انت خدتك الله يخليكي شوفي لي المفتاح معاكي، بركي تكوني معاه ايد برقبتك. المفتاح المفتاح حدا منكم شاف المفتاح؟ المفتاح. هذا مفتاح دارنا ببلدنا. بنكبة 1948 لما العصابات الصهيونية والبريطانيين ارتكبوا أبشع المجازر بفلسطين، دمروا البلاد، شردوا العباد، حرقوا الشجر، قتلوا البشر، ولعت الدنيا نار، سكرت الابواب، سكرت الطرقات، وماتت على جنابها الوردات، وصياح من خلف ابواب الزمن. وانتوا شو صار؟ شو صار؟ ليش الدنيا سودة والغيوم بالسما بعدها والريح عم تصرخ وبتنادي وين صار الغياب؟ الريح من خلف ابواب الزمن عم تسأل وين صار الغياب؟ صرخات عم تركض بالشوارع وبتسأل وينكو شو صار؟ سكرت الابواب وما عادوا. بعد هروب الحقيقة ولعت النار لحوم. صارت كل ام بوطنه ام شهيد. كل مرة هي مريم. وطني مطبوع بالرجولة والشهادة من يوم الفداء الأول سيدنا عيسى المسيح ابن ستنا مريم ببلدي. كل مرة
هي ستنا مريم وامي مريم. من انا وصغير كنت اسمع ابوي دائما ينادي لامي: يا ست الكل، وينك يا ست الكل، هي يا ست الكل. من انا وصغير كان يلفتني احترام ابوي لامي. طب ليش؟ بعدين فهمت. ببلد المرأة مقدسة، الام هي قدس من اقداس الوطن. ست الكل مريم صارت لاجئة. ست الكل مريم صارت لاجئة. أنا ابن مريم، أنا ابن مريم ام الشهيد اللي حملت الوطن ومشيت بدرب الجرجرة مثل كل الشعب اللي حمل الوطن ومشي بكل دروب الجرجرة حتى صار شعبي لاجئ. حتى صار شعبي لاجئ. يمكن لأني لاجئ تقبلني، ويمكن لا. يمكن أعجبك ويمكن لا. بس أنا إنسان، أنا إنسان، أنا إنسان ومن وطن الإنسان. من اليوم الأول اللي بيولد فيه الواحد مننا بيدخل بمعركة الوجود. قبل ما يستلم وثيقة ولادته بيستلم وثيقة استشهاده. احنا هيك ولاد مريم، همنا واحد، انه نعيش بكرامة وبحرية وبسلام. يمكن لاني لاجئ عذابي اكبر، حرماني وسع الكون، بس بتحدى بقاوم بتاريخي، بمجد وبعز وبعنفوان وطني. بقاوم بولادي اللي راح يحملوا راية العذاب واللي نبت مثل زهرات عطفات حياتنا، وصار القهر والعذاب زهرة حياة. امي دائما تندهلي وتقول لي: وينك يا غالي؟ ايوه وينك يا غالي؟ خليك مع ابوك يما، انتوا سندنا. خليك مع ابوك، انتوا نبض القلب وابوكوا
نور الدار. حتى لما أخذته مننا الحرب ضلت أمي بصوتها هالحنون تغني وتموت، تغني على طبوعها، تغني، حط الكم على الدمع، كانت تغني وتموت. كل ما سمعت حس دعسات أبوي على عتبة الدار هو داخل علينا وبارودته بإيده. كانت تبتسم وتقول لي رجع الغالي يا غالي، رجع الغالي يا غالي، راسه مرفوع بالعالي، حرك حرك، رجع الغالي يا غالي، لفوق، جبينه مرفوع بالعالي، رجع البطل مثل الجبل، رجع سيد رجالي، رجع الغالي يا غالي. بلحظة من اللحظات بشعر انه احنا بشر غير كل البشر. بشعر بقوة غريبة عم تنورنا ظلام الحياة. مع كل اذان فجر بتوسعنا الدروب المسكرة، مع كل اذان بتحمينا، بيغمرنا الشعور بالامان. مع كل لفحة إيمان بشعر إنه الدار بعدها دارنا، وإنه الزرع زهر والشجر أثمر والحصاد قمحه على البيدر عم بيلمع مثل الذهب، ومثل الحصاد قمحه على البيدر عم بيلمع مثل الذهب. ذهب أمي مريم. ما تقولوا الشمس غابت من عنا والزهر عطره مش منا. ما تقولوا هالأرض ترابات ذهب، هالأرض عم تنبت شعب يا سنين الغرب المرة. آخ راجعين 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 نبني الوطن. كمل لهونين. راجعين نبني الوطن، راجعين نحيي الزمن بس لحدود ترسم مطارحنا، لحدود ترسم مطارحنا، ولا خوف يمحي ملامحنا. بكره الوطن ينادينا وتملى الدنيا اغانينا، وبالصوت العالي نقول راجعين، بالصوت العالي نقول هالارض تراباتها ذهب، هالارض عم تنبت شعب يا سنين الغرب المره. راجعين 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 يا فلسطين. دفع حط ايدك فوق وافركه. وتمر الايام مثل زخات المطر تكتك على شباكي، وتضيع بدروب الحياة الأحلام، والقهر على كتف الزمن تاكي. يمكن تصحى بشي يوم الحقيقة، يمكن تلمع بسمانا أنوار الحرية، وأصحى على صوت أمي. شو حلو صوت أمي الشاهي، ببسمة تناديني رغم الآلام، ببسمة تناديني رغم الآلام، وتقول لي بكرة الفجر طالع. والزمن صار وقته راجع معه الفرح
ومعه حكايات الحاكي يخبرنا عن غمرة الأيام اللي وقعت بكير على تكتكة شتاء، اللي وقعت بكير على نقرة شتاء وتغريدة عصفور مثل صوت أبوه يدندن مع نسمات الصبح ويقول لي بكرة الفجر طالع، بكرة الفجر. كانت أمي دائما تقول يما هذا المفتاح هو دليل حقنا بدارنا، لأنه هذا المفتاح ما بيملكه إلا صاحب الدار. الوطن يما مش بس أرض، الوطن أرض وكرامة وحق. إذا هن اغتصبوا الأرض بس ما قدروا يغتصبوا الحق. إذا الأرض معاهن إحنا الحق معانا. الفرق بين المحتل وصاحب الدار يما، صاحب الدار بيهدم وبيقلع. الفرق بين المحتل وصاحب الدار يما، المحتل بيهدم وبيقلع، وصاحب الدار بيبني وبيزرع. سامحيني يما، أرجوك يما سامحيني. مفتاح الدار ضاع، بس بوعدك يما ما راح ارتاح غير للاقيه. بطمنك يما مفاتيح دورنا بعدها موجوده ومعلقه برقاب امنياتنا. سامحيني يما، سامحيني يما. اليوم بعد مرور هالزمن رجع المجرم ينشر إجرامه. نفس الجريمة، نفس الطريقة، نفس الجريمة ونفس الطريقة ونفس اللوم بمساعدة أعداء الإنسانية. رجعوا أحفاد اللي قتلوا أطفال بيت لحم بهالتاريخ، رجعوا قتلوا أطفال غزة وجنين والقدس ولبنان. يا الله، ماتت ناس وعاشت ناس،
وبعدها أمي متمسكة بمفتاح الدار. عشان هيك حتى أبوي وهو على فراش الشهادة وصاها لأمي وقالها: يا ست الكل، يا مريم، ديري بالك على الأمان اللي برقبتك، مفتاح الدار والأولاد. هذا المفتاح اللي أبوي ما ترك أمسية من أمسيات اللجوء إلا وكان حديثه عن هذا المفتاح. وبيوم صوت الشتاء بلش يتكتك على سقف بيتنا الزينكو اللي بالمخيم، أبوي جمعنا حواليه وقالها لأمي: يا ست الكل، عالي بخرج الشاي حتى الأولاد يغمسوا هالخبزات يلي يبستيها مشان يتعشوا. بدي أحكي لك قصة مفتاح الدار. اليوم وبعد كل هالسنين اللجوء بالمخيمات شفت هذا البابور مع أهلنا اللي عم بيعيشوا أيام النكبة الثانية بمراكز اللجوء. عرفت قديش هالدول محبة، بيخبوا لنا البابور من النكبة للنكبة. يا الله قد ايه بيحبونا وبيخافوا علينا. كل همهن هالبابور يضلوا معانا حتى صار جزء من حياتنا. اليوم عرفت شو أهمية البابور الكاز وشو أهمية المفتاح. البابور رمز نكبتنا والمفتاح رمز عودتنا. نحن الجيل الثاني، بس احنا ما تغير علينا اشي، لانه العدو بعده عدو والهم والعذاب بعده عايش معانا، ومخيمات اللجوء كل مالها عم تكتر وبتزيد. قالوا الكبار بيموتوا والصغار بينسوا، الصغار كبروا ما نسيوا، والجيل الثالث بعده متمسك أكتر وأكتر بحق العودة. فاجأ العدو إنه إحنا ما بنولد صغار، نحن كبار، منعيش ومنموت كبار، وصار مفتاح الدار مخاوس دور. عرفتوا شو صار وليش صار؟ لأنهم بدهم يمحوا من الذاكرة كل إشي بمد للحقيقة وللأصل بصلة. بلادنا بلاد الخير، ربنا أعطانا أجمل بلاد، بكفي إنها أرض مقدسة، أرض الأنبياء والرسل، أرض المحبة والسلام. هاي الأرض يلي ولد فيها سيدنا المسيح، ويلي احتمى فيها سيدنا موسى، ويلي عرج منها سيدنا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بلادنا بلاد التراث والتاريخ، بلاد المحبة والإيمان، بلاد الطهارة. فجأة دنستها أقدام قتلة الأطفال ومجرمي البشرية. بلادنا وأرضنا هي أرض الزيتون والزعتر والزيزفون، هي أرض الجبارين. اصطفاها رب العالمين لتكون عروسة الكون. الاحتلال وعصاباته
خلعوا كل ابواب لانهن منع المفاتيح، حرقوا كل ابواب حتى يغطوا جريمتهم. بس هاي الارض اليوم انزرعت بجثث الاطفال والنسوان والشيوخ. هاي الارض بكره رح تزهر نصر وحريه. رغم الالام رح ننشر السلام، رغم الالام رح ننشر السلام ونبني وطننا. بس السلام لا يمكن يعيش بعقول المتآمرين. السلام ما بيعرف طريق لقلوب الحاقدة. السلام ما بيزهر بأرض جافة. السلام ما بتلمسوا أيادي القتلة. السلام ما بيشبه الوجوه اللئيمة. السلام 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 أغنية الأبرياء، حب الأنقياء، نور بدرب الطفولة، نور بدرب الطفولة. سامحيني يما، سامحيني يما. بالنسبة للمفتاح ما لقيته. هذا المفتاح اللي مفتاح مفتاح هذا المفتاح، هذا المفتاح، المفتاح يما، هذا المفتاح لقيته معلق برقبتي. هذا الكيس مظبوط. في خطأ. لا كمل يا خيب لانه ما بعدش فينا نتاخر. كمل كمل. هذا المفتاح لقيته، لقيت المفتاح، هذا المفتاح لقيته يا علم. هذا المفتاح مفتاح دارنا لقيته. راجعين 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 نعيش بسلام مع أهل السلام بوطن السلام. راجعين نعيش بسلام بأرض السلام بوطن السلام.